السلام عليكم أصدقائي الرياضيين. أولا نود أن نوجه تحية للمنتخبين العربيين المغرب ومصر لتمثيلهما المشرف للكرة العربية وللكرة الإفريقية، وذلك بتأهلهما لنهائي كأس إفريقيا تحت 23 عاما، ثم لتأهلهما لأولمبياد باريس 2024. بالرجوع لمقابلة النهائي، الأولمبي المغربي يتوج بطلا لإفريقيا، المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما يتوج بطلا لإفريقيا بعد انتصاره على نظيره المصري في نهائي الرباط يوم السبت 8 جوان 2023. هنيئا للفائز وهنيئا للوصيف على الأداء الرائع والمستحق للفريقين العربيين في النهائي، وتشريفهما للكرة العربية وتمثيلهما للكرة الإفريقية التي ستتألق لا محالة باستمرار في أولمبياد باريس 2024. مجريات النهائي في محطات مختصرة: محمود صابر يسجل للفراعنة الدقيقة 10 ويتعرض للطرد للإيقاف بالبطاقة الحمراء بعد هدف السبق بعد تدخل الفار إثر تدخل خشن وغير مبرر في حق عبد الصمد الزلزولي عميد المنتخب المغربي، في رأينا أفضل لاعب في النهائي بل في الدورة ككل. يانس البقراوي يعيد المغرب في اللقاء بإحرازه لهدف التعادل في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول من النهائي بين الأشقاء بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. رغم نقصه العددي، حاول الفراعنة مجاراة إيقاع الأسود، ما فطن له الناخب الوطني المغربي بإجرائه لتغيير بإقحام بشواري مكان أمير ريتشاردسون في الدقيقة 57، ثم تغيير الواحدي بالهلالي في ظل استمرار رغبة المصريين في إحراز شيء ما، ولما لا تغيير موازين القوى مع التركيز على الاعتماد على دفاع قوي وصلب يصعب اختراقه. المباراة ازدادت صعوبة على الفريقين، فطن المدرب لهذا المتغير، لذا أخرج البقراوي رغم أدائه الجيد وتبديله بزميله أمين الوزاني الذي أبلى البلاء الحسن في نصف النهائي كما نتذكر أمام مالي بإحرازه للهدف الثاني. ولكن هذه قصة أخرى. انتهى الشوط بالتعادل الإيجابي بين الأشقاء هدف لمثله ليتم اللجوء للأشواط الإضافية. لم يتغير حال الشوط الإضافي الأول، وذلك بانخفاض الإيقاع بسبب اندفاع لاعبي الفريقين خلال 90 دقيقة الأصلية للمباراة. الزلزولي لوحده ظل يقلق راحة الدفاعات المصرية ليظهر البديل تشيرغالين أسامة لهز شباك الحارس المصري المتألق، أحسن حارس في رأينا في الدورة، بتسديدة قوية في حدود الدقيقة 108 لتتواصل أطوار الشوط الثاني بين الفريقين اللذان استحقا التتويج بلعب نهائي، وقبل ذلك بحجز البطاقة لأولمبياد باريس 2024. حظا موفقا للفريقين العربيين المغرب ومصر. هلا مغرب، هلا مصر، والسلام عليكم.